في موقف جميل كده حصل للرسول صلى الله عليه وسلم، فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم برحمة الله. وبعد كده نقول الموقف ده ونشوف كده الحديث وجمال الحديث. الحديث بيذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاله سبي، والسبي دول اللي هم اسارى الحرب، يعني حصل حرب وجي للرسول صلى الله عليه وسلم اسارى. جميل كده. وفي الاسارى دول كان في امرأة، يعني امرأة كان فقدت ابنها الرضيع، ابنها بيرضع وضاع منها في السبي وفي الحرب، فعمالة تدور عليه، كل ما تلاقي طفل صغير تاخده تحطه على بطنها وتحطه على ثديها عشان يرضع. فمن رحمتها بيه عماله تدور على ابنها، عماله تدور على ابنها لحد ما يقال ان هي وصلت لابنها ده. فسبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم نظر لهذه المراه وتذكر رحمه الله وجمال الله ولطف الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم نظر لهذه المراه وقال: اترون هذه المراه طارح ولدها في النار؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابه: انتوا تتخيلوا المراه دي ممكن تاخد ابنها ترميه في النار؟ فقالوا: يا رسول الله لا والله، ازاي ترمي ابنها في النار؟ يعني هي عماله تدور عليه وكل الرحمه اللي في قلبها دي ليه واللطف والجمال ده كله عشان خاطر ترميه في النار؟ طبعا ما ترموش في النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ارحم بعباده من هذه بولدها. الله يرحم عباده اكتر من رحمه هذه الام بولدها. الله رحيم وجميل وودود وغفور. تخيل رحمه الام بولدها، الله ارحم بعباده منه. انسان مثلا اللي بيعصي ولا يقصر في حق الله ولا يذنب، الله يتجاوز عنه ويغفر له ويتوب عليه ويعطيه الفرص. نقصر في حق الله، والله كل يوم يعطينا فرصه للتوبه، يعطينا فرصه للرجوع اليه. مثلا انسان ينام عن صلاه الفجر، والله كل يوم يكتب له الحياه، يستيقظ ليتوب ويرجع الى الله. فكل هذا من رحمه الله، رحمه ربنا نازله علينا في كل الاوقات. فده يجعلنا نحب الله ونتعلق بالله، لا نتغرى على مسخط الله. سبحان الله، انسان ممكن تقعد تتكلم معاه تقول له ما تصليش ليه، يقول لك اصل ربنا غفور رحيم. وعشان ربنا غفور رحيم نتغرى على معصيته. ربنا بمغفرته ورحمته تجعلنا نحبه ونقرب له ونتعلق به ونعلق قلوبنا به. فربنا يعني ارحم بعباده من الام بولدها.